تلك الفتاة አንዲት ሴት ልጅ الصغيرة في السن በእድሜዋ አነስ ያለች ወጣት ሴት التي جاء لها الذئاب البشرية የውሸት የሆነ ነገር ለሷ መጣላት واختطفوا صورها من المواقع الاجتماعية በአንድ ፕሮግራም ላይ የተነሳችውን ፎቶ وكنا نحذر ልናስጠነቅቅ ይገባናል بناتنا ونقول لهن عليكم أن تتقوا ሴት الله ልጆቻችንን አላህን ፍሩ በማለት لا تنشروا صوركم في المواقع الاجتماعية ፎቶዎቻችሁን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አትልቀቁ فإن الزمان هذا مخيف ዘመኑ እጅግ አስፈሪ ነው فأخذوا تلك الصور አንዱን የሷን ፎቶ ይዘው وفبركوا تلك الصور ከሌላ ፎቶ ጋር አቀናብረው ووضعوها على مشاهد لا ترضي الله በማትፈልገው የራቁት ፎቶ ጋር አቀናበሩት وأرسلوا تلك الصور إليها وإلى أهلها ከዚያም ላኩት ፎቶውን ወደ እሷና ወደ ቤተሰቦቿ عرضت الأمر على أهلها فما صدقوها ቤተሰቦቿ አዋረድሽን አሏት አላመኗትም قالت لهم لست أنا ما صدقوها አስረዳቻቸው አላመኗትም قالت هذه يا أمي هي ليست صور አለች እናቴ ሆይ ይሄ የኔ ፎቶ አይደለም هذه الصور التي ترونها والله ليست صور አለች ይህ የተቀናበረ ፎቶ ነው والله የኔ አይደለም وإنما صور ይሄ مفبركة ፎቶ ተቆርጦ የተቀናበረ ነው ولكن ነገር ግን يا ليت عمرها ما عمرت بيت እድሜዋን በሙሉ ታዛዥ ልጅ ነበረች حتى كتبت رسالة صغيرة ስለዚህ አጭር ደብዳቤ ላከች كتبت فيها يا أماه والله أنني متربي ብላ ጻፈች እናቴ ሆይ በአላህ ይሁንብኝ እኔ ጥብቅ ነኝ ከዚህ አይነቱ ተግባር والله يا أماه أنني صالحة በአላህ ይሁንብኝ እናቴ ሆይ እኔ ጨዋ ነኝ وأن تلك الصور هي ليست صور التي رأيتموها ይህ የተመለከታችሁት ፎቶ በፍጹም የኔ አይደለም وضعت تلك الصورة في غرفتها ይህን ከጻፈች በኋላ ከቤት ጠፋች ثم انتحرت قبل يومين ከሁለት ቀናት በኋላ ራሷን አጠፋች أيها الآباء እናንተ አባቶች ሆይ أيتها الأمهات እናንተ እናቶች ሆይ اتقوا الله في بناتكم በሴት ልጆቻችሁ ጉዳይ አላህን ፍሩ اتقوا الله في أولادكم አላህን ፍሩ በልጆቻችሁ ጉዳይ فإن العالم في الخارج مخيف ያለንበት ዓለም አስፈሪ ነው اتقوا الله في በሴት بناتكم ልጆቻችሁ ጉዳይ አላህን ፍሩ اتقوا الله في أولادكم አላህን ፍሩ በልጆቻችሁ ጉዳይ فإن هذا العالم في هذا الزمان مخيف ይህ أيها ዓለምና الكلام ዘመኑ እጅግ አስፈሪ ነው ውዶቼ ذئاب بشرية የሰው ህይወት እየተቀጠፈ ነው تبتز بناتنا بصور ልጆቻችን مفبركة በሐሰተኛ ፎቶ እያጠመዷቸው ነው لا نقول ከዚህ إلا ውጭ የምንለው የለም حسبنا الله አላህ ونعم በቃችን الوكيل ነው ምን ያማረ መጠጊያ